بتعلمي ابنك يعمل مهمة معينة بس هو مش عارف يعملها أحسن حاجة، فبدأتِ تتعصبي وتتنرفزي وتنتقديه إنه بيعملها غلط. طب النتيجة هتكون إيه للعصبية والنرفزة والزعيق؟ علاقتكم هتبوظ من كتر العصبية والزعيق، هيفقد ثقته في نفسه إنه أصلا يقدر يعمل حاجة، هيقرر ما يجربش يعملها تاني عشان هو هيكون قناعة عن نفسه إنه مش هيعرف يعمل المهمة دي مهما حاول. طب والحل؟ تتخلصي من المثالية والسعي للكمال والتوقعات العالية. صعب جدا طفل لسه بيتعلم يعمل مهمة جديدة عليه إنه يتقنها من أول ما يبدأ يعملها. يعني انت بتعلميه مثلا إنه يحط كتبه جوه شنطته، وانت قررت تدي له المهمة دي بدل ما انت اللي كل مرة بتحطيهم بنفسك. فوارد جدا الورق جوه الفايلات إنه يتن، ووارد جدا الكتاب ورقه كمان هو كمان يتن. انت شخصيا لو لسه بتتعلمي تعملي حاجة جديدة عليكي مش هتتقنيها من أول مرة. حطي هدفك قدامك، انت عاوزة توصلي لإيه من إنه يعملها بنفسه؟ مش انت عاوزة إنه يتحمل المسؤولية ويعتمد على نفسه؟ طالما ده هدفك يبقى دي مش مرحلة الإتقان، دي مرحلة التدريب على تحمل المسؤولية. فمحتاجة يكون عندك تقبل للمستوى اللي هو فيه لحد ما يقدر يتقن أكتر. ركزي دايما على محاولاته ومجهوده مش على النتيجة. هل هو فعلا بيحاول إن هو يعمل اللي عليه والمطلوب منه؟ هل هو فعلا بيبذل مجهود ولا لأ؟ شكرا إنك افتكرت تحط حاجتك في الشنطة، شكرا إنك بتحاول تحطهم بشكل مظبوط. وجهيه لغلطاته أثناء المهمة بلطف مش بانتقاد. لما تيجي توجهي طفلك إنه يعمل المهمة المطلوبة بشكل أفضل أو إتقان أكتر وجهيه بلطف. اشكريه الأول على مجهوده، بعد كده وجهيه للجزء اللي محتاج يتظبط. انت بس محتاج وانت بتحط الفايلات تاخد بالك انها تكون مفروضة. خد بالك من الجيب اللي جوه الشنطة علشان الكتب ما تدخلش فيه. لما هتقدري مجهوده وهتشكريه وتحفزيه هيبقى عنده استعداد يبذل مجهود أكتر. لكن لو شاف نفسه متقطم مهما عمل مجهود مش هيحاول تاني.